السلام عليكم الاخوان والاخوات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده من وصفاتنا والكويزين. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم هاد ميني باغيت اللي كيجيو حلوين رائعين ما شاء الله، وتعطيو واحد الكميه وفيره طريقه سهله وما فيهمش شي مكونات اللي هي كثيره بزاف، وفي نفس الوقت تيجيو رائعين. تقدموهم مع اتاي، مع قهيوه، مع كيجيو ما شاء الله. شوفوا كيفاش كيجيو من داخل. فما نطولش عليكم، نبقاو بالمقادير وطريقه التحضير. هنا كنجيبوا واحد الاناء اللي كتخلطوا فيه، كنجيبوا هكا القصريه، كندير فيها واحد 2 كيسان ديال الحليب. هاد الكيسان هادو راهم قياس ديال كاس د العنبه، وكنضيف واحد الكاس ديال السكر، يعني 2 كيسان ديال الحليب، واحد الكاس ديال السكر، وواحد دانون. اي نوعيه ديال دانون نتوما بغيتو تستعملوها، انا استعملت هنايا دانون عادي. غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الخميره، زائد كاس ديال الزيت. الا كان الجو بارد ضيفوا معلقه ونص، الا كان الجو سخون لان دابا الحراره ضيفوا غير معلقه ديال الخميره كافيه. غادي نضيف واحد الخماره ونص كاس ديال المزهر. هنا عندي هاد الزبده هادي ذوبتها واحد شويه، وقياس ديال تقريبا نص كاس ديال الزيت ديال الزبده عفوا. الا بغيتو تعبروا بالعنبه عبروا نص كاس ديال الزبده دايبه. هنايا كندير الابيض ديال البيض، والصفر كنخليه لان غادي نستعملوه في الاخير. صافي وتنبدا نخلط. وهذيك الزبده اللي ذوبتها واحد شويه غادي نحتاجها. كناخذوا تقريبا واحد كاس ديال الزبده يكون كبير، كنديروا نص كاس في العجينه، ونص كاس الثاني كنخليو كنحتاجوه. وكان باش نعزو الذوق درت شويه ديال الملحه صافي، وكنبدا نجمعها بالدقيق. ما خصهاش تكون قاصحه بزاف وما خصهاش تكون خفيفه، خصها تكون بين وبين. صافي كتجمعوها حتى كتحصلوا على واحد القوام بحال هاد الطريقه هكا، ماشي خفيف بزاف وماشي قاصح. النوعيه ديال الدقيق كتختلف، كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين اللي ما كيشربش. دابا غادي ندوزو باش نحضروا الحشوه وعاد نرجعوا لها نخليوها. هنا في هاد الحشوه عندي هنا واحد يطرو ديال العصير الليمون عصرته، وكنضيفوا نشا 4 المعالق كبارين ديال النشا. كل نسيطرو كنضيفوا فيه 2 معالق ديال النشا. وغادي نضيف كاس، هذا راه كاس ديال الحامض، عصرت حتى الحامض وضفت كاس. فانا بدلته من ديك الكاسرونه لان كانت صغيره شويه وحيت خصني نحرك ديك النشا مزيان، بدلته درته في واحد الكاسرونه كبيره، ودرت فيه كاس لارب ديال السكر. الا ما كنتوش غادي تضيفوا الحامض بلا ما تضيفوا هذيك كاس لارب السكر. صافي كنديروا على بوطه مهيله ونخليه حتى يعقد مزيان. ما كتوقفوش عليه من التحراك، ملي كديروه في البوطه تشعلوا عليه ما كتوقفوش من التحراك، كتبقاو تحركوا حتى كتحصلوا على هذا القوام بحال هكا، والبوطه تكون ناقصه، يعني ما تحركوش من حداها وما تحبسوش من التحرك حيت غادي يلصق من تحت ويبقى من الفوق. صافي منين كيعقد هكا كديروه هكا في واحد الجبانه وكديروا السلوفان صافي، وكتدخلوه للثلاجه يبرد. وكندوزو للعجينه. هنا العجينه شوفوا بعد ما خليتها ارتاحت واحد شويه على ما كتصايبوا الحشوه صافي، وكدوزو تخدموا بها مباشره. وديك الحشوه راه حنا درناها في الثلاجه باش منين نجبدوها تكون بردات. صافي كنضيف هكا شويه ديال الدقيق وتنبدا نشكلهم بحال شكل الرغيفات. صافي غادي نشكلهم كاملين كويرات بنفس الطريقه. من بعد كنجيب الدلاك وتنبدا نطلقهم. عرفتوا هاد الطريقه هذه سهله
تيجيو بنانين تبارك الله. وكل ما كتخليوهم يخمروا كل ما كيجيو زوينين بزاف. انا راه درت واحد الغلط لان ما خليتهمش يخمروا بزاف. نتوما لا ما ديروش نفس الغلط، يعني خليهم يخمروا. صافي بعد ما كنطلقها كنجيبوا ديك الزبده اللي قلت لك اللي قلت لكم ذوبنا وكندهنوها هكا بالبانسو صافي، وكنشكلوهم على شكل رغيفات. طريقه سهله وتيجيو مرقين. وخليوهم يخمروا. كل ما كتخليوهم يخمروا كل ما كتجي الحشوه في وسط منهم زوينه وتيجيو هشاشين بزاف. صافي كنطلقهم هكا راه ما كياخذوش الوقت بزاف، كياخذوش شي وقت كثير، دا غير تيوجدوا. صافي عاوتاني نفس الطريقه ديك البانسو الزبده اللي ذوبت، وتندهنهم مزيان هكا بالزبيده. الا كانت عندكم الزبده دايبه مزيان بحراره المطبخ ماشي مشكل، خليوها هكاك صافي. وكنشكلوهم على شكل رغيفات. صافي بعد ما انا نمشي نستمر نشكلهم كاملين ونرجع معكم. صافي بعد ما كنشكلهم كاملين كنجيب عاوتاني الدلاك وكنبدا نطلق هكا شويه، ماشي بزاف، شويه. طلقوا بزاف، طلقوا حتى 4 5 عاد ديروا الحشوه وعاد جمعوهم. طريقه سهله وقلت لكم تيوجدوا دغيا وتيجيو تبارك الله ما شاء الله تيجيو بنانين. وكنعاود عاوتاني نقول لكم الا خمروا خليتهم حتى درتو فيهم الحشوه وكل شيء وخليتهم خمروا عاد درتهم في الفران تيجيو رائعين بزاف. كل ما خمروا كل ما كيجيو زوينين. هاد الميني باغيت حلوين. صافي دابا كنجيب ديك الحشوه اللي درنا في الثلاجه كتكون بردات وكنبدا نعمر. ما تخافوش منهم تقولوا هكا غادي يتحلوا في الفران ولا شي حاجه، ما كيتحلوش ملي كندخلوهم يطيبوا، ما كيتحلوش نهائيا. لان نتوما تشوفوا الطريقه باش غادي نسدهم، يعني يعني طريقه محكمه. شوفوا وعاد كنرجع عليهم عاوتاني هذيك التحتانيه وعاد كنبقى نضغط بيدي، يعني ورقه كديروها فوق الحشوه وورقه الثانيه كترجعوها فوق منها كتلفوها عليها صافي. وعاد كنبقى نضغط بيدي صافي. كنشكلهم بهذه الطريقه هذه ساهله شتي وغادي تنجح معكم من اول مره. واخا تكونوا عمركم درتوهم غادي تنجح معكم من اول مره. دابا غادي نشكلهم كاملين وكديرهم في واحد لاطه، يا اما كديروا فيها البابي ديال الفران ولا كدهنوها بشويه ديال الزبيده ولا بشويه ديال الزيت ولا اللي متوفر. ما كانش عندكم كتلتصق اللاطه صافي كتكتفيو هكا كتحطوهم صافي. دابا هنايا غادي نستفهم في اللاطه كاملين وغادي ندهنهم بديك الصفر ديال البيض اللي قلت لكم. الصفر ديال البيض راه كنديروا فيه 2 معالق ديال الزيت و2 معالق ديال الحليب باش ما كتبقاش فيه ديك الزفوريه. دابا هنا بعد ما دهناهم خليوهم يخمروا مزيان. كل ما خمروا مزيان كل ما كيجيو رائعين، يعني تخليهم يخمروا مزيان عاد تدخلوهم للفران يطيبوا. كل ما خمروا كل ما كيجيو زوينين. صافي غادي ندير شويه جنجلان وندخلهم للفران، يعني ملي يخمروا ندخلهم للفران. هنا بعد ما خمروا دخلتهم الفران كيطيبوا على درجه حراره 180 صافي. وتنخرجهم كما شفتوا معايا ما كيطرطقوا ما حتى شي حاجه، ديك الحشوه ما كتخرج ما حتى شي حاجه. تيجيو فعلا تيجيو رائعين، كيجيو زوينين بزاف. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي واحد لايك وبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء لكي تعم الفائده وبالصحه والراحه.